السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخبر اللي معانا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده، فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشابين راكبين توك توك بيسوقوا التوك توك بطريقة سريعة جدا، بيعرضوا نفسهم للخطر وبيعرضوا كمان الآخرين للخطر من كتر السرعة اللي هم سايقين بيها التوك توك. والشيء المريب اللي حصل ان هم سايقين التوك توك وفي بنت راكبه ورا. البنت ديت شكلها فاقدة الوعي، ولو ركزنا كويس جدا في الصورة هنلاقي ان البنت صح راكبه من ورا وهتلاقي راسها عامله كده ونايمه خالص. اللي حصل هنا ان في شابين كانوا راكبين موتوسيكل، والكلام ده كان الساعة 3 صباحا يوم السبت. مفيش حد في الطريق خالص، توك توك ماشي سريع جدا والبنت راكبه ورا، والشابين دول راكبين موتوسيكل. شافوا المنظر ده على طول راحوا مطلعين الكاميرا علشان خاطر يصوروا، وبيحاولوا ان هم يلحقوا التوك توك ده ويوقفوه. وحقيقي قدروا ان هم يوقفوا التوك توك، ولكن صحاب التوك توك نزلوا عشان خاطر يحاولوا ان هم يمنعوهم من التصوير، وخدوا بعضهم برضو وجريوا بالبنت. طبعا على طول الفيديو انتشر على مواقع السوشيال ميديا. وزارة الداخلية عندنا مشكورة طبعا، اول ما بتلاقي اي فيديو فيه اي خطورة على المواطنين والفيديو دوت منتشر على مواقع السوشيال ميديا، على طول بتقدر تجيب على طول اللي مصور الفيديو نفسه. فاللي مصور الفيديو نفسه زي ما شايفين كده في الخبر اسمه محمود كمال، قال ان انا كنت ماشي الساعة 3 صباحا انا وصاحبي وراكبين الموتوسيكل ولقينا الواقعة ديت وصورنا، وهم قدروا ان هم برضو يهربوا. طبعا هنا وزارة الداخلية هتقدر ان هي تجيب الشابين دول ويتم القبض عليهم اكيد، لأن أي حاجة بتحصل بتكون فيها أي خطورة على المواطنين بيقدروا على طول إن هم يجيبوهم. زي كده الشاب اللي وقف وقال لك أنا شهاب من أرض الجمعية، وما قالش هو فين في أرض الجمعية، لكن جابوه. وغيره وغيره وغيره. هنقول إيه بس غير لله الأمر من قبل ومن بعد. التكاتك ياما بنشوف منها الصراحة، بنشوف منها حوادث كتير وحاجات كتير بتبقى مريبة للأسف. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.